كل سنة وانتم طيبين واهلا بيكم في سينماجيك وعيد سعيد. مشاهد عيد الاضحى في السينما المصرية. هذا ثوب العيد، عيد سعيد. اول فيلم دانيال 1939، والفيلم مش فيه عيد الاضحى تحديدا، بس في اغنية ارتبطت بالعيدين، وهي الاغنية الشهيرة ليلة العيد لأم كلثوم. تاريخ عرض الفيلم 1940، اخراج احمد بدرخان، القصه والحوار والاغاني احمد رامي. وبعد فتره من عرض الفيلم نزلت الاغنيه في اسطوانه من شركه كايروفون، وتغير فيها بعض الكلمات، لان في الفيلم تغني المفروض حسب احداث الفيلم للملك هارون الرشيد ووزيره جعفر والنهر دجله. من صاحبة هذا الصوت الجميل؟ إنها دنانير التي ستحظى بالغناء بين يديك الليلة. بعد كده لما نزلت عشان طبعا تنزل تتناسب مع الشعب المصري، فغيروا نهر دجلة نهر النيل. وفي سنة 1944 غنت أم كلثوم الأغنية في حفل في النادي الأهلي، وجه الملك فاروق وحضرها، وهنا قالت أم كلثوم بدل يعيش هارون ويعيش جعفر فبتقول يعيش فاروق. بعد الحفله بيديها الملك فاروق، بيهديها وسام الكمال من الدرجه الثالثه، ولقبت بعد كده ام كلثوم بصاحبه العصمه. والاغنيه اللي هيشوف الفيلم هيلاقيها محذوفه من الفيلم، وده يقال ان ام كلثوم نفسها طلبت ان هي تتشال عشان تبقى مرتبطه الاغنيه بالعيد بس، وكمان لاسباب ممكن تكون سياسيه بسبب اسم جعفر الفارسي. وطبعا ما زالت الاغنيه عايشه لحد النهارده، سواء العيد الصغير العيد الكبير، الاغنيه طبعا من اهم الاغاني اللي ارتبطت بعيد. بتتاخد اغنيه ليله العيد وبتبقى اسم فيلم سنه 49 بطوله شاديه واسماعيل ياسين وشكوكو، وهنا بس بيظهر في اول الفيلم استعراض واغنيه باسم ليله العيد. عيد ولبست جديد ما تحن عليا في ليلة العيد. وفيلم ابو حلموس سنه 1947 بطوله نجيب الريحاني ومن تاليفه مع بديع خيري، ويعتبر اول فيلم يجي فيه سيره خروف في العيد. 18 جنيه و82 قرش و4 مليم تمن خروف. يا نهار اسود، خروف ب 18 جنيه؟ ليه؟ خروف جنسه ايه ده؟ خروف مسكوفي؟ وبيدور الحوار بين شحاتة افندي وناظر اللي واقفه عن الحسابات الخاصه بالدايره، واللي منها ان بيلاقي خروف ثمنه اكتر من 18 جنيه، فهو بالنسبه له طبعا رقم مبالغ فيه جدا، وبيقعد مع ناصر اللي واقف وهو ما يعرفش ان هو الناظر فعلا، ويبتدي يقول له ان في طريقه احسن من كده عشان تظبط الحسابات وتبين ان هي منطقيه، ويقول له ثم تصور حضرتك ما يجي لي هناك خروف ب 18 جنيه وما اعرفش كام قرش وكام مليم. طب ودي كان يعيرها ازاي؟ لا ده انت منيله نيله قوي قوي قوي، حبل ومخله وجردل لاكل وشرب الخروف، حكيم بيطري للعنايه بصحه الخروف، مزين لحلاقه شعر الخروف. يظهر عليك انك ضليع قوي، وكده يكون الشغل زي معامل المغفل ناظر الوقف يتوقف حاله. فيلم بنت الاكابر سنه 53 بطوله واخراج وتاليف انور وجدي مع ليلى مراد. مشهد الجد اللي بيروح للحج اللي هو زكي رستم مع اجواء احتفاليه واغنيه جميله لليلى مراد يا رايحين للنبي الغالي. فيلم حياة أو موت إخراج كمال الشيخ بطولة عماد حمدي ومديح يسري. الفيلم بدايته ومدخل الأحداث الفيلم بتبقى في عيد الأضحى. فإذا أقبل العيد ارتفع ضجيج المدينة الضخمة، وبدا سكانها كأنهم قد خرجوا جميعا إلى الطرقات فيمضون إلى المتاجر يبتاعون منها الثياب والهدايا للأهل والأعزاء. وعماد حمدي بيحاول يشتري فستان العيد لبنته، ولكن ليس كل من في المدينة هم أولئك السعداء، فهناك من يطرق العيد أبوابهم مع الحسرة والحرمان. دول عشان الأولاد. ربنا يخليك ويطريق الأيام بخير يا صاحبي. ابعت لي حالة في أوام. حاضر يا فندم. ما هو ده عيدهم مش عيدنا. طبيعي.
انت ليك بنت مش كده؟ ايوه. ارجوك بالنيابه عني تديها دول عيديتها. متشكر. تفتكري ان هو كمان جاب خروف العيد بس تتفاجئ ان هو بتاع الجيران. فستان وجزمه وشنطه. سمع يا ماما جاب لنا كمان خروف. سنه وانت طيبه يا حبيبتي. خدي. امال فين الخروف؟ انا عارفه انت مخبيه تحت السلم. امتى؟ مش تقول لي يا بابا ده خروف الجيران رابطينه تحت في السلم. سميرة شوفي بره جابت ايه يا حبيبتي. الله حلو قوي، ربنا يخليك يا بابا. الله امال فين الجزمه والشنطه؟ لان عماد حمدي طلب ان هو بيمر بظروف ماديه صعبه، وبسبب كده بيحصل خلاف بينه وبين مراته، وتكمل احداث الفيلم زي ما معروف لما بيتعب وبعد كده بنته بتحاول تجيب له الدواء. بكره الصبح يعني اول يوم العيد هنروح نتمرجح سوا. وهتركب الوزه معايا؟ امال والوزه والقارب والصناديق كمان. فرجيني كده. يا سلام على كده، ده ايه الجمال ده كله. فيلم ام العروسه سنه 63 اخراج عاطف سالم، بطوله عماد حمدي، تحية كاريوكا. فيلم بيظهر فيه الخروف بيجي لهم هديه في البيت. جبتوا منين ده كمان؟ يا اخي مش كده مين اللي جاب ده يا مراد؟ شفيق بعت. شفيق. الله شفيق بعته يا بابا، شفيق بعته. وليه الأذية دي؟ ده بعته هديه يا بابا. يا بنتي هو ده وقت هدايا؟ يلا يا ولاد خدوه على المطبخ، اربطوه برجل الترابيزه ولا حاجه. أعوذ بالله. بسبب اطفال اشقياء جدا بيجننوه مع وجود الخروف. فيلم فتوة الناس الغلابة سنة 84 تأليف وإخراج نيازي مصطفى، بطولة فريد شوقي وصلاح سعداني وبوسي وسمير صبري. وهنا بتظهر برضو أغنية أم كلثوم ليلة العيد في مشهد في الفيلم، وأجواء عيد الأضحى واللحوم وزينة العيد. كل سنة وانت طيب يا ابو سمير. ده تاني عيد يا فردوس ما جبلكيش حته فستان. معقول يجي عليا العيد الكبير ما اخش بيتي وفي ايده كيلو لحمه. فيلم جنتل بطولة محمود عبد العزيز، إخراج علي عبد الخالق. الفيلم بيبين ان العيد في فتره التسعينات الناس وقت الصلاه واحتفالهم وفرحتهم بالعيد وتوزيع الاضحيه. الفيلم للاسف مش بيتعرض كتير ومش موجود منه نسخ متوفره. كل سنه وانت طيب يا حميد. انت طيب يا بابا. فيلم ناصر 56 اخراج محمد فاضل وبطوله النجم الكبير طبعا احمد زكي. وهنا مشهد ان الرئيس جمال عبد الناصر بيدي عيديه لاولاده. كل سنه وانت طيب يا خالد. وانت طيب يا بابا. كل سنه وانت طيب يا هدى. وحضرتك طيب يا بابا. هي بتاعت العيد اللي فات، وانا مش هتزود شويه يا بابا. العيد اللي فات كان من شهرين، ان شاء الله العيد اللي جاي. فيلم همام في امستردام سنه 99 بطوله محمد هنيدي واحمد السقا، اخراج سعيد حامد. يا ليلة العيد. وهنا الفيلم بيبتدي مع التتر اغنيه ام كلثوم يا ليله العيد ومظاهر احتفال العيد في شوارع القاهره وزحمه الناس وقت الصلاه. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا حبيبي. كل سنه وانت طيب يا همام. وانت طيبة يا تفيدة. كل سنه وانت طيب يا همام. وانت طيبة يا عيشة. وبعد اللقطات البسيطه في الشارع للعيد. ولا هتحبسنا؟ عيب يا جدع، دول ما بيسلموش دماغهم غير للعبد لله. ومشهد كوميدي جميل للفنان محمد يوسف وهو طالع حلاق وبيحلق للخروف، ومحمد هنيدي واحمد عيد. الله مش معايا زبون؟ طب يا عم شتوت براحتك، نعيم المقدمة يا اخ. بقول لك ايه، بص لي الاول، بص على القصه دي واتعلم عشان خاطر تقص زيها. وهي قصتها لمين ان شاء الله؟ لسيادتك طبعا. يا ماما يلا ان كنت هتغسل راسك عقبال ما العده تفضل. انت برضه هتقول لي عده؟ هحلق بعده خروف بامانه انت عبيط؟ طب مش هتحلق ولا ايه؟ لا. فيلم بوحة سنة 2005 إخراج رامي إمام وبطولة محمد سعد. العيد فرحه يا سلام، كل سنه وانتم طيبين. العيد فرحه من أشهر الأفلام الكوميدية اللي ظهر فيها عيد الأضحى. ايه ده؟ صدق سلخت قبل ما اذبح. سنة 2007 فيلم حين ميسرة، إخراج خالد يوسف، بطولة عمرو سعد وعمر عبد الجليل. الله أكبر كبيرا. وهنا بيجي مشهد لعمرو سعد يكون لسه خارج من السجن، وقت خروجه بيكون في وقت صلاة العيد، ويجي مشهد ذبح الخروف. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله
الله اكبر كده. وبعد كده مشهد وهم بيعملوا الفته وبعد كده بيتلموا عليها. او لحمه مش هتغير اصلي ابتداء. خد يا عم دي تقريبا معظم او كل الافلام اللي فيها مشاهد للعيد الاضحى. لو في فيلم تاني انتوا شايفينه وانا ما قلتوش بس يكون في عيد الاضحى مش عيد تاني، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وايه اكتر فيلم انتوا شايفين ان هو يعني مرتبط بالعيد اكتر. وكل سنه وانتم طيبين. سلام.